هل عمرك حسيت إنك مهما عملت برضه مش كفاية؟ تجيب درجات عالية أو الناس تمدحك على شغل معين أو تحقق نجاح، بس جواك صوت صغير يفضل يقولك لأ، لسه ناقص، لازم تبقى أحسن، لازم تبقى كامل. الإحساس ده مش مجرد قلة ثقة، ده جرح عميق اسمه أنا مش كفاية. الجرح ده بيبان ورا الكمالية. الكمالية مش معناها الطموح أصلا شيء صحي بيخليك تتطور، إنما الكمالية المؤذية هي إنك ترفض أي غلطة وتحس إن أي نقص صغير بيمحي كل إنجازاتك. العلم بيأكد إن الكمالية بالشكل ده بتزود القلق والتوتر وخطر الاكتئاب. ليه؟ لأن عقلك بيعيش في حالة مطاردة وهمية للكمال، والكمال أصلا مش موجود. طب ليه بنوصل للمرحلة دي؟ ساعات السبب بيرجع للطفولة. لو الطفل اتربى على إن قيمته مرتبطة بس بدرجاته أو شكله أو سمعته، أو لو سمع جمل كتير زي انت لازم تكون الأول، مفيش غلطة مقبولة، العقل وقتها بيتبرمج على فكرة ان الحب والقبول مش مجاني، لازم تثبت انك كامل عشان تستحقه. تخيل كده معايا بنت شاطرة جدا متفوقة في شغلها، بس كل مشروع جديد يدخلها في دوامة قلق، لأنه لازم يطلع بيرفكت. لو حصل أي خطأ صغير حتى لو محدش لاحظه هي بتنهار. بعد فترة علاج بالتعاطف مع الذات بدأت تفهم إن المشكلة مش في شغلها، المشكلة في الصوت اللي جواها من زمان اللي بيقول لها إنها مش كفاية. لما بدأت تسمح لنفسها تغلط وتتعلم، التوتر بدأ يقل وحست براحة لأول مرة من سنين. طب يا ترى ازاي نكسر الدوامة دي؟ أول خطوة هي ابدأ بالوعي. كل ما يجي الصوت اللي يقولك انت مش كفاية وقف واسأله مين قال كده؟ ده صوت مين؟ هتكتشف في الحقيقة انه مش صوتك، ولكنه صدى صوت قديم اتزرع جواك. الخطوة التانية اتعامل بالرحمة مع نفسك. العلم بيقول إن ممارسة الرحمة الذاتية بتقلل القلق وبتزود المرونة النفسية. جرب تقول لنفسك جملة بسيطة زي على فكرة أنا مسموح لي أغلط، وأنا برضو كفاية، وهتعلم من غلطي بهدوء وبالراحة. الخطوة التالتة احتفل بالصغير قبل الكبير. مش لازم تكسر الدنيا عشان تستحق تقدير نفسك خالص. خطوة صغيرة أو إنجاز بسيط يستاهل فرحتك. الخلاصة هنا إن الكمالية في الحقيقة مش هتخليك كامل، بالعكس هتسحب طاقتك وهتعيشك في جرح أنا مش كفاية. لكن أول ما تبدأ تبص لنفسك بعين رحيمة وتفتكر إن قيمتك مش مربوطة بالكمال، هتكتشف إنك كنت كفاية من البداية. فلو سألت نفسك النهاردة هو أنا كفاية ولا لأ؟ الإجابة البسيطة هي أيوة، أنت كفاية زي ما أنت كده بالظبط. ولو بتغير أي حاجة فيك فبالراحة وبهدوء، مش بعنف ولا بقسوة ولا بجلد للذات.